الميه بتغلي اهيت، نحط التوابل الجافه بتاعتنا اهيت، عباره عن فلفل اسود حصى، حبهان، ورق لورا، عودين قرفه، وطبعا لومي، وكام وحدايه كده قرنفل، برضو شويه السمنه. طبعا ده زيت زيتون حلو قوي، بيدي طعم كويس قوي مع الرز. الميه اهيت بتغلي وهنحط الرز بتاعنا. وطبعا زي ما اتفقنا الرز ده كان منقوع لمدة 10 دقايق، لكن في رز بيتنقع اكتر من كده وفي رز بيتنقع اقل من كده. المهم الرز النوع بتاعنا ده كان منقوع لمدة 10 دقايق. ونغطي الحلة بتاعتنا، واول ما المية تغلي بالظبط بالساعة، نعد من 5 ل7 دقايق بس، وبعد كده نفنش الشغل بتاعنا. لان الرز هنا ما بيستويش كل التسويه، الرز هنا بيستوي بس 3/4 تسويه او 50% من التسويه، بياخد بقيه التسويه مع التستيفه بتاعه البرياني. وبعد ما عدى بالظبط 7 دقايق نبص على الرز بتاعنا ونكشف البرياني بتاعنا. لو عايزين تشوفوا الحلقه كامله دوس على اللينك اللي تحت.